الفراخ ازاي تعمليها على الناشف، وبعد كده تحطي عليها الميه وتسلقيها. عندي هنا 3 معالق سمنه بلدي، هنزل عليهم بالفراخ كده نديها صدمه. الفراخ دي انا غسلاها كويس ونقعاها بخل وملح وليمون ومصفياها كويس. هنحط عليها هنا البهارات بتاعتها، معلقه فلفل اسمر، معلقه ملح ابيض، وهنا نص معلقه من اللي هو السبع بهارات، وكم فص حبهان كده عشان يطعموها معانا ويدوها طعم وريحه، ورق لورا. هنا دول البهارات اللي انا بحطها: سمنه بلدي وفلفل اسمر وملح ابيض وسبع بهارات وورق اللورا والحبهان. دول اللي انا بستخدمهم في اللحمه او الفراخ. هنزل عليهم هنا كده ببصلايه متقطعه قطع، وهغطي عليهم بقى واسيبهم يستووا مع بعض. هنا بحط نص معلقه سكر، بتخليها تستوي بسرعه وبتديها طعم كده جميل جدا وبيخلي الشوربه بتاعتها مسكره. هنا هقفل عليها الحله وهسيبها حوالي 10 دقايق كده على الناشف مع بعض، تتقلب في البهارات دي وتستوي فيها. بعديها كده يجي ب10 دقايق زي ما قلت لكم هنزل عليها بميه مغليه، مش ميه كتير، يعني كميه كده بسيطه، بحيث ان هي تستوي فيها يعني. بقلب بقى كده، اجيب الحتت اللي كانت تحت دي اطلعها فوق علشان نقلب المكونات فيها كويس. خلاص كده هنغطي عليها، نسيبها نص ساعة او ساعة الا ربع. هنرجع لها نلاقيها استوت ما شاء الله عسل، وساحت كده في التسوية وبقت جميلة جدا. المرة دي هنعملها مختلفة عن كل مرة، غير اللي في الصينية وغير المشوية. هنحاول نغير من الطريقة شوية. وبعد كده اما بتطلع بدهنها صلصة ومعلقة فلفل اسمر وبحطها تحت الشواية، بتبقى جميلة جدا ومتحمرة وشكلها تحفة. والشوربة هنا بقى عندك بتصفيها وبتستعمليها لأي حاجة تانية، تحطيها على محشي، بتعملي شوربة لسان العصفور، بتستخدمها لأي أغراض تاني. هنا هنبدأ نجهز للبسلة. عندي هنا دي معلقة دهنة، دي دهنة ضاني، أنا بحب أستخدم للخضروات. الدهنة بتبقى لها طعم جميل جدا كده في العمايل بصراحة. يعني بحط معلقة صغيرة مش بكتر، واحط عليها معلقتين زيت، أي زيت نباتي عندك بتحطي منهم معلقتين. عندي هنا معلقة ثوم مفروم وبصلاية مفرومة صغيرة، وبننزل بيهم بقى على الدهنة بالزيت دوت. يا دوبك بس كده ريحتهم تبدأ تطلع، مش نحمرهم. ريحتهم جميلة جدا مع خليط الدهنة بصراحة، بتفرق في الطعم قوي. وعندي هنا كيلو طماطم فرمته وصفيته، هنزل بيها على البصلاية والثوم. وهنا البهارات بتاعتي 7 بهارات وعندي هنا بابريكا وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وملح ابيض. هسيبها بس تتسبك كده في بعضها، وقوامها هيتقل شويه، ما نخليهاش تتقل قوي. هنا هنجيب عندنا البسله المجمده، هتستعمليها كانها بسله طازه بالظبط، بس لو مشيتي على الطريقه اللي هتتعمل بيها. هنا دي بسله مجمده، لو عندك يعني مش مخزناها ومضطريه ان انت تعمليها، تنزلي عليها بميه مغليه، تغطيها كده بالميه وتسيبيها حوالي 10 دقايق كده لما التلج يفك. لازم تنزلي منها التلج، لان التلج ده لو حطيتي البسلة على الصلصة مباشرة هتغير طعمها، والتلج اللي فيها ده هيغير طعم البسلة وهيغير طعمها، مش هتبقى حلوة. لازم تنزلي منها التلج، تنقعيها لمدة 10 دقايق، وبعد كده تغسليها مرتين بمية نضيفة كده كويسة بعد ما تغسليها، وتصفيها وتنزلي بيها على الصلصة. كده الصلصة بدأت تتقل شوية معانا اهي. هننزل بالبسلة بتاعتنا عليها. هتتسبك بقى كده في بعضها وتستوي، هتقعد لها حوالي ربع ساعة
على نار هادية. وبعد كده هتاكلوا معانا احلى بسلة واحلى فراخ متحمرة تحت الشواية، وبسلة كده عسل، ومش هتاخد منك حاجة. واشوفكم على خير ان شاء الله في الوصفة الجاية.